اوعى في يوم تزعل وتقول أنا ليه مش الأفضل، بتعب وبشتغل على نفسي بس في ناس ما بتتعبش والدنيا محضرة لها كل شيء، كأنه الدنيا مخلوقة ليه هو فقط. في الحلقة دي هتكلم على موضوع بسيط هتاخد منه معلومة أو حكمة، وركز فيها كويس عشان دي هتفيدك وهتفيد عيالك وهتفيد المجتمع اللي انت فيه. في حياتنا دايما بنشوف فروقات غريبة، تلاقي شخص بيشتغل على نفسه ليل ونهار، بيطور من مهاراته، بيتعلم حاجات كتير، حاجات جديدة، ودايما بيحاول يكون أفضل نسخة من نفسه، بيتعب ويكافح وبيتأخر في نومه، وكل هدفه إنه يقدم حاجة محترمة، حاجة تليق بتعبه. بس رغم الظروف والصعوبات اللي شغله قليل والفرصة عنده شبه معدومة، والدنيا مش ماشية معاه خالص زي ما المفروض تمشي مع أي حد. وفي نفس اللحظة تلاقي شخص تاني ماشية معاه الدنيا كأنها مفروشاله ورد، ولا بيطور من نفسه ولا عنده شغف حقيقي، حتى بيحاول يتعلم من أخطائه. يعني حتى لو بحاول يتعلم من أخطائه، بس سبحان الله الفرصة تيجيله والشغل دايما متوفر معاه وكل حاجة مفتوحة قدامه، كأنه متربية أو معمولة له مخصوص الدنيا. اوعى انت تزعل برضه، ده خليك معايا. ساعات ده بخلينا نسأل نفسنا، هو الاجتهاد لوحده كفاية ولا هو الشطارة لوحدها بتكسب، ولا في حاجة بتلعب دورها زي العلاقات والوسطات والحظ، أو حتى مجرد إنك تكون في المكان الصح في الوقت الصح. اوعى تزعل، الإجابة للأسف الاجتهاد مش كفاية لوحده، وده واقع لازم نكون عارفينه من غير ما نكذب على نفسنا. بس ده معناه إننا نقف ونحاول، لابد أبدا إن احنا نشتغل على نفسنا ونطور نفسنا حتى لو الفرصة ما جاتش لينا. هو في الحقيقة دي احنا بنبني نفسنا، والمطور نفسه بيبني نفسه من قواعد حديد، قواعد هتخلي الدنيا عمرها ما تهزك. هو بيبني قيمة حقيقية مش معتمدة على الظروف ولا حتى على شخص معين ولا على الوسطات. الشخص اللي بيعرف يتعب ويطور من نفسه ويمر بالصعوبات من غير ما يكسب ولا أو يستسلم، هو اللي أول ما الفرصة بتيجي بيمسكها بإيديه الاتنين ويسبق الناس اللي كان بيعتمدوا على الوسطات والحظ والعلاقات. لأن الفرق مش في البداية، الفرق الحقيقي بيبان في النهاية. وده الشخص القوي اللي بيطور في نفسه، مش عنده أهم حاجة المادة. الطريق الصعب يمكن متعب، بس هو الطريق اللي فعلا بيصنع ناس قوية، ناس فاهمة وعندها وعي وتجربة ومبدأ. والطريق السهل مهما كان مغري مش بيضمن استمرارية. فنصيحة مني، فخليك دايما مؤمن ان تعبك عمره ما بيروح هدر، حتى لو محدش شايفك دلوقتي. يمكن الدنيا مأجلة لك حاجة كويسة، حاجة حلوة، وبتحضر ليك في الوقت المعين والفرصة المعينة، ولما بتجي لك هتكون انت الشخص الوحيد اللي جاهز ليها. وكده اعرف نفسك، اللي انت لو طورت نفسك من تعليم وعلم هتكون شخص مميز عن الناس اللي اعتمدت على الوسطات والعلاقات والحظ. والدنيا مش حظ ولا شطارة، الدنيا أرزاق. وفي نفس الوقت ما تقولش أرزاق وانت مكانك. طور نفسك، اعمل لنفسك حاجة كويسة، هتلاقي يوم من الأيام ربنا عين لك حاجة أحسن. ربنا بيتعبك في الطريق عشان خاطر لما يحطك في المكان الصح يلاقي انت عندك قوة تحمل تستحمل وتقدر تطور من مجالك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملك الأفلام هنا للصخب، أوقات التمرين مثل القتال، جيل بعد جيل